الزمالك، ولكن الزمالك بمن حضر بتاريخه وبعراقته وبأمجاده الكبيرة جدا في عالم كرة القدم، في عالم الكرة المصرية، دون أن ننسى التاريخ الكبير الذي سطره في إفريقيا. تحدث طبعا عن الفوز ب5 ألقاب للتشامبيونز ليج. أول ألقابه كان عام 1984، واخر لقب لبطولة الشامبيونز ليج كان عام 2002. مهارته المعتادة بحث عن مروره، ربطت الصالة وعادت له الكرة مرة أخرى، وإنه لا يخيل لك أنهم باتوا قريبين جدا من أجل أول الأهداف، وإنه لا يخيل لك أن الموعد مع الأهداف قد حان. من الدفاعات من عمر جابر إلى ناصر منسي، ربطت اتصاله مباشرة، حضر كرة جميلة داخل منطقة الخطر. ناصر كان ذلك الخطر بأي خطورة بعد، لكن هذه البداية الجميلة للزمالك بأقدام ناصر منسي الذي ظهر وسجل عند الدقيقة 7. كرة مصرية من هنالك وصلت بعد ذلك بمحاولة، لكن ضيعها يوسف أوباما والسرشر ليضع الكرة في الشباك، بينما هنا لدينا محاولة قادمة من هنالك عن طريق زيزو. زيزو عاد إلى الخلف، وصلت من هنالك عن طريق عبد الله سيد نيمار، عادت مرة أخرى العودة إلى الخط الخلفي. كل العناصر الليبية في مناطقها، قطعت الكرة، استرجعت من الوسط، انطلاقة ومحاولة وصل من خلالها بقرايات وأهداف تفاصيل الشوط الأول، بينما لدينا كرة وصلت من هنالك بعد ذلك فرصة، لكن هنا يصل عمر جابر. تغطية قراءة دفاعية ليبية في الخطوط الخلفية كانت ممتازة للغاية، لا يغيب الارتباك كلما حاولوا التقدم، لكن هنا كرة لدينا عن طريق بيتر، وصلت محاولة قادمة. التغطية محمد الكيستاف، ونحو الضربات التي سوف تكون موجهة في قادم الدقائق للفرقة اللي دفاع على اليسار دائما يحضر عبد المنعم عكاشة. ولحظات لدينا هنا كرة مصرية عادت مرة أخرى، وصلت، لكن التغطية ممتازة جدا، قراءة دفاعية وانطلاقة في هجمة قادمة، الاعتماد على المرتدات، الاعتماد على السرعات، الاعتماد على الانطلاقات، لكن ظهرت هذه المجموعة باعتباره أنه ضمن تأهله نحو الدور القادم. بينما لدينا هنا كرة ومحاولة عن طريق ناصر منسي، لكن الحكم صفر خطأ لعبد الله نيمار. عنده الكرة، بحث عن الحل، العودة مرة أخرى إلى الخلف، وصلت إلى نبيل دونجا، حافظ على كرة من أمام لاعبين وعاد إلى الخلف. سيطرة مصرية منذ البداية، تقدم مصري مستحق للزمالك بقيادة المدربية جوزيه كوميز. كرة عن طريق مصطفى شلبي، تقدم من أمامي عكاشة عبد المنعم. كرة عادت إلى عمر جابر، هل ستتمكن عناصر ورجال المدرب؟ تمكن بوسليم من أجل العودة، لكن هنا كرة لدينا، وكرة كانت خطيرة جميلة لكنها ضاعت من منسي. تكون هذه الكرة بكرة قادمة بعد ذلك، لكن القراءة الدفاعية كانت ممتازة، لكن صلابة دفاعية ليبية كانت ممتازة جدا. من يوسف أوباما، تقدم أوباما، لكن التدخل كان ممتاز جدا على مرتين من جعوني. قوة كبيرة وشراسة عالية جدا عن طريق جعوني. التدخل من هناك، يقاتلون، يتقدمون، يبحثون عن انصاف الكرات من اجل تعديل ميزان الحوار بين العودة الى الخلف. اللمسة القادمة من زيزو، المراوغة القادمة، التمريرة الجميلة جدا، وصلت. زيزو قدم يمنى جميلة جدا، وتسديدة
كانت جنبات التاسع عشر. ما يا لها من كرة ويا لها من تسديدة قوية على اليسار. وصلت خطيرة قادمة مصرية قادمة جميلة قادمة. بعد ذلك عمر جابر اتكى على إمكانياته وصلت داخل المنطقة. ماذا هناك؟ لكن لا وجود لركلة جزاء. دفاعات بوسنين تدافع صح تقف صح تبقى تنقص فقط. النجاح حاول بهذه الكرة من أمام زاهو مراد لكنه لم تمر في تلك اللقطة وفي تلك الكرة. هنا الإعادة مرة أخرى لكرة عمر جابر اللاعب الذي أخطأ الدفاعات بمراوغاته، اللاعب الذي يقدم عطاءات جدا قويا أمام القلعة البيضاء. لدينا هنا كرة محاولة لكن تسديدة لكنها كانت بعيدة من محنى بمحاولة بكرة قادمة لكن عودة كانت جميلة جدا. عودة كانت موفقة لدفاعات بوسليم. فيه القلعة البيضاء سيطرتها لكن هنا كرة لدينا محاولة لكنها كانت على خجل من بيتر اللاعب الذي حاول في الكرة وفي اللقطة الماضية. زيزو عنده الكرة يلعبها في وسط الميدان على اليسار. وصل عمر جابر استلم كرة جابر عمر مررها إلى مصطفى شلبي عاد إلى وسط الميدان إلى محمد أشرف عنده الكرة بحث عن الحل أشرف يلعبها من هنالك على الجهة اليمنى إلى سيد عبد الله نيمار. كرة تعود عادة مرة أخرى العودة لخط الوسط ثم بعد ذلك على اليسار عمر جابر يلعبها في وسط الميدان عادة إلى محمد أشرف. كل عناصر بوسليم تتراجع إلى الخلف لا تريد السقوط لا تريد الاستسلام لا تريد تلقي هدف. كلام وحديث آخر في الفصل الثاني لكن لدينا هنا كرة ومحاولة عن طريق زيزو حضرها بعد ذلك بتسديدة لكنها اصطدمت بالدفاعات. شلبي لتعود بعد ذلك خطيرة داخل المنطقة من أجل هدف ثاني ولكنها مرت لكنها عبرت إلى يوسف أوباما سدد كرة ولكنها اللاعب ناصر منسي هو الذي يحاول اليسرى التي تعتبر دقيقة جدا أرسل كرة في القائم الأول لكن بعد ذلك المتابعة سجل ثاني. هذه المرة ظهر وضع الكرة في الشباك بقدمه اليسرى. متابعة كانت ممتازة جدا كافية وكرة قد تجد من يستغلها على الوجه الأكمل لكن عادت مرة أخرى. تغطية ممتازة جدا يا له من نبيل. هذا نبيل دونغا لاعب كبير جدا يا جماعة. نبيل دونغا هو القطعة الأساسية هو ذلك الرقم الصعب في معادلة الرجل البرتغالي جوزي مانويل. جهة اليمنى فرصة قادمة لكن راية الخطأ وراية الحكم المساعد. دفاعات المصرية وصلت لكن يقظة دفاعية ممتازة جدا لدفاعات الرجل. هذا شيكابالا قد يسدد من مسافة بعيدة لكن ربطت الصالة في أقصى الجهة اليسرى. محاولة مصرية قادمة من أجل هدف ثالث. يقظة دفاعية ليبية ممتازة للغاية في الكرة الماضية. تعود مرة أخرى أليسي محمد عياد. هذا شيكابالا يسدد الثالث. كرة ومحاولة تغطية ممتازة جدا عادت مرة أخرى على اليسار. من هنالك محاولة للزمالك. كرة معطيات قد يغير الكثير من السيناريوهات. محمد عواد تدخل مرة أخرى. عادت ليبية على اليسار يقاتل بيتر عين على الرأسيات وصلت جميلة ولكن بعد ذلك جول الأفقية وتجاوزت الخط. متابعة كانت ممتازة جدا. بوم سددها اطلقها ورسم مسارها نحو الشباك. تجاوزت الخط يا لامين.
هل تجاوزت الخط بكامل محيطها؟ فيها شك من التسجيل، الخوف مما هو قادم من رأسيات قادمة، ولكن إلى خارج أرضية الميدان.